يا صباح الخير عليكم أو مساء الخير وقت ما تشوفوا الفيديو دوت. الفيديو دوت هيكون نزل في بداية السنة الجديدة، يعني حبيت أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين كلكم، ويا رب تكون سنة كلها خير وسعادة وتحققوا كل اللي نفسكم فيه. اللي ما قدرتوش تحققوه في 2022 تحققوه في السنة ديت بإذن الله. ويا رب يا رب اللي مر بحاجة وحشة أو حس بفشل أو أيا كان المشاكل اللي كانت بتواجهنا في 2022 نتعلم منها وتخلينا وتولد فينا بني آدم جديد، بني آدم عايز يتطور، بني آدم بيقارن نفسه بالماضي، ما بيبصش للماضي لكن بيقارن نفسه بالماضي. دايما تبص لقدام، دايما انك انت تحس انك انت عايز تعمل حاجة، عندك طموح، عندك اعتزاز بالنفس، تعمل يعني زي ما تقول كان كده لنفسك. ما تحاولش انك تيأس، مش دي النهاية ولا دي برضو البداية، انت لسه في المنتصف او في منتصف الطريق. آه، حابب انوه بس ان يعني حتى لو السنة الجديدة ديت دخلت بيها لوحدك او دخلت بيها مع ناس، خسرت ناس او كسبت ناس، انت بتاخد اللي ربنا قاسمه لك. ايا كان فكرة انك يعني انك انت بتفقد شخص عزيز عليك، هو ما يبقاش كان عزيز عليك من الاول، لكن الخيرة زي ما بنقول الخيرة فيما اختاره الله. واللي بيعرفك عشان نفسك وعشان شخصيتك وعشان كاريزمتك، وانك انت مش فاشل زي ما انت متخيل. لو بتشوف الفيديو ده فعلا انت مش فاشل، يعني احب اعرفك دي حاجه زي كده انك انت مش فاشل. والبني ادم اللي بيشوف نفسه ان هو حاسس بالفشل او بالتقصير تجاه نفسه، ده مش بيكون بني ادم فاشل، بالعكس، ده بيحاول انه بيشوف ان هو النسخه القديمه منه او الاولد فيرجن منه، ان هو مش كويس، او ان هو هيخش السنه الجديده مش حاسس ان هو في افضل حالاته. لازم يشتغل بيحب يشتغل على نفسه كتير، بيحب يطور من نفسه، create skills، النيجوشيشن سكيلز او ايا كان سوفت سكيلز. الحياه العامه دايما بتعرضنا لمواقف بناخد منها سكيلز عموما، بناخد منها اكسبيرينس، بناخد منها حاجات كتير جدا. حتى لو حاجات وحشه بتعرفنا الناس اللي قدامنا دي ايه على حقيقتها، او مين اللي بيتصنع ان هو بيحبك، مين اللي بيحبك من قلبه، مين اللي في قلبه على لسانه، ومين وناس كتير. مش معنى انك انت هتخش 2023 انك انت خلاص هتخش بيرفكت، لا بالعكس خالص. هتخش لسه هتشوف في مشاكل اكتر وليفل اعلى من المشاكل، وهتتعرض لمواقف لاول مره ممكن تتعرض لها، لكن ده ما يقللش من قيمة نفسك خالص، ولا يقلل من انك انت قليل في نظر نفسك قبل قليل في نظر الناس. بالعكس، انت الناس بتشوفك دايما عالي، دايما انك انت محترم، دايما بتساعد الناس طالما في قلبك خير وبتحب الناس، فانت هتعمل الخير عشان يعني انت عايز ده، انك انت بتحب الناس. ونصيحتي طبعا يعني اللي بيتمنى الخير لنفسه اكتر من الخير للغير، حاول تفكر في الناس زي ما بتفكر لنفسك، لانك يعني زي ما بنقول عامل للناس كما تحب ان تعامل. او مش متذكر المقوله، بس انا بحب اقولها حاجه زي كده يعني. حابب اقول حاجه كمان، ان السنه الجديده ما تحاولش تخلي فيه خصوم ما بينك وبين حد، او بمعنى اصح اللي سابك خلاص، هو مش عايزك، هتمسك فيه بالعافيه؟ ما اعتقدش هتبقى حاجه كويسه ليك. في ناس طبعا تستحق منك الاهتمام، تستحق منك حب، تستحق منك خير، خليك جنبها، لأن الناس دي زي ما هي فضلت جنبك خليك جنبهم. ما عنديش حاجة تانية أقولها بصراحة، يعني ده تقريبا اللي أنا كنت عايز أقوله في الفيديو دوت. ويا رب تكون السنة دي كلها يا رب سعادة في سعادة، وتحققوا كل اللي نفسكم فيه. واللي يا رب اللي انكسر خاطره في سنة 2022 دي 2023 دي تعوضه وتكبر بخاطره بإذن الله. واستقبل، خليك يعني مستقبل جيد، أو يعني زي ما بنقول احمد ربنا وقول الحمد لله على كل اللي بيحصل لك. حتى لو السنة ابتدت بمشاكل أو بمواقف
مش ولا بد منها، لكن خليك دايما يعني متفائل خير، تفاءلوا بالخير تجدوه. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تكون سنة سعيدة علينا كلنا يا رب. سلام.